سلام سلام والحلوين توعي، كي راكم؟ شراكم راكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. أنا راني صافا الحمد لله يا ربي يدوم النعمة عليا وعليكم إن شاء الله. وإن شاء الله في هذا الفيديو نلقاكم كامل بخير. الحلوين توعي، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وديروا جام أكيد فضلا وليس أمرا باش يوصلكم فيديوهاتي كامل. ونقول لكم خليكم دائما متفكرين مهما كانت الظروف صعيبة، ربي ما يعطي حتى الواحد حاجة فوق طاقته، واللي راكي تمري به اليوم غدوة يكون سبب قوتك. دروك نبدأ معكم ونحكي لكم واش صرا معايا وعلاه غبت عليكم. أنا اليوم جيت نشارك معكم كلش كيما العادة والوايد، ماشي غير باش نهدر ولا نشكي ولا لا. اونكاو كاش وحده تستفاد من تجربتي، على بالي باللي كاين اللي يعيشوا نفس الحاجه ويسكتوا، وانا جيت نكون صوت ليهم ونقول لهم يعني ماشي غير نتوما، كاين اللي راهم حاسين بكم. التجارب راهي تعلم، راهي تضر، راهي توري، راهي يعني كلش، بصح في الاخير راهي تقوينا. بالك نقدر بكلامي نعاون وحده وهذا يكفيني. على بالي طولت عليكم الغيبه، بصح لا غالب ما بغيتش نجي نعطيكم الطاقه السلبيه، باسكو خطرات لا غالب الانسان يوصل لواحد المرحله ما يقدرش يتحمل هنا فوق طاقته، يعني كي يوصل للموس للعظم خلاص. الحمد لله كاين نتوما نجي هكا نهضر معاكم ولا ندردش معاكم، فرغ لكم قلبي، باسكو والله غير محتاجة نهضر ونخرج الغمة اللي راهي في قلبي. البنات كيما على بالكم بلي انا كاريه، بصح نقسم لكم بالله جامي في حياتي انغبنت في الكرية ولا واجهت مشاكل كيما هذه. راني كريت 3 سنين وهذا عامي الرابع. دايما ربي سبحانه كان يسهل لي، بصح هذه المرة حسيت بلي طحت في بلاصة غلطة بزاف. هذه الكرية اللي أنا فيها، رغم الخنز اللي فيها والفيران اللي كانوا فيها، وصورت لكم كلش وسكت وقلت معليش. ماشي باسكو كانت عجبتني، لا بصح تحملت، باسكو صاي طفرت، ما عندي ما ندير، ما عنديش وين نروح. قلت معليش نصبر ونبدلها بيدي. نقيتها من الزيرو، شتو راجلي في الدوبي الفيديو بلع كاع ثقابي اللي كانوا فيها الصغيرة الكبيرة، وحاربت الفيران نهار كامل وانا نجري، و كنت نحوس مين راهم يدخلوا لي. من بعد اكتشفت بلي راهم يدخلوا لي من الطاقه الفوقانيه، باسكو انا جايه شغل ساكنه في لاكاف، فهمتوني؟ مول السكنه الفوق وانا تحت. اصلا الطاقه تاعي تاع الكولوار طل هكا تحت. معليش يا البنات، قلت نصبر، بصح اللي ما قدرتش نصبر عليه هو الخنز تاع الجار اللي لاصق فيا. تخيلوا يا البنات الخنز تاعو يدخل عندي للدار من جريه تاع الكوزينه. انا قلت لا هذه ماشي عقليه، هذه ما نقبلهاش. كيما على بالكم يا البنات انا عندي مجيريه حاجه قدركم وسمحوا لي في الكوزينه مبوشيه، وحكيت لكم واحد نهارتي هنا في اليوتيوب، قلت لكم باللي نهار اللي غسلت الطابي قلت لكم رفدت الماء بيدي باسكو مجيريه حاجكم مبوشيه. المهم ومن بعد وحدها بدات ترجع الخنز من عند الجار. فيه ريحه وصفر، يعني حاشاكم وحاشا قدركم بول. والله يا البنات الا جاتني الصدمه ما فهمتش واش صرا. تشوكيتخ. المهم جاء راجلي اهدر مع مول الدار وقال له لازم تحلي هذا المشكل يعني من اصله. قال له خلاص ماشي مشكل نسوبريموها.
انا قلت صاي الحمد لله، يعني المشكل راح يتسقم. في الليل عيطت لي مرتو، قلت لي قول له انا بسكو راجلي هو اللي كان رايح يسقمها، كان رايح يدير على البلاطي باللحى كامل. قلت لكم عيطت لي قالت لي باللي قول له ما يسوبريميهاش، راجلي هو اللي يسقمها ويعرف كيف يسقمها. قلت لها خلاص ماشي مشكل. انا واحد النهار هبطت لدارنا وراجلي جا هو ومول الدار يعني يسقمون جيريه. البنات كيفاه باللحى، كيفاه كون نقولكم باب اللحى الشوكاو باللحى لي بالساشيات، حاشاكم جيريه ترجع الخنز يبلعوها بالساشيات. راجلي قالوا هذه ماهيش خدمه، وقالوا تعاود ترجع الماء. من احسن كامل انك تسبريميها، يعني تبلعها، دلها البلاط كامل ولا دلها السيمه. وقالوا لا لا ونسحقها، وراني في المشاكل مع اختي باسكو اختو هي اللي جارت. المهم البنات بعد مده قصيره رجعت كيما كانت نفس الشيء، تطلق الريحه، تطلق ترجع ذاك الماء. يعني معاناة. وعندنا ثاني حاشاكم وحاشا قدركم التواليت حاشاكم وحاشا قدركم كان مبوشي، جا راجلي ديبوشاه بعد ذيك بدا يرجع لي حاشاكم الريحه. بديت نخدم على الجافيل والصانيبو، راجلي كي قالوا هذه الدار لقيت فيها مشاكل قوي، لقيت فيها الفيران، الخنز تاع الجار يدخل عليا. قالوا حتى الطواليت دروك ولا يطلق لي الريحه ماشي نورمال. قالوا لا لا ما به والو، وين تتبان لك ومنو من. راجلي كي جاب الصانع قال له باللي ما راحش داير الاس، واحد الاس هكا يجي. قالوا ما واش دايرو سما حط القصعه نيشان حاشاكم في الروقار هكاك، حط القصعه هكاك. واحد الريحه يا البنات كنت نصبح عليها ونرقد عليها، عييت نحارب في ديك الريحه ما بغاش تروح. الصناع قال راجلي قالوا شتا هو الحل، قالوا لازم ندير الاس، يعني نحو كاع القصعه ونديرو تيو ونديرو الاس. راجلي عاود ثاني هدر مع مول الدار قالوا شوف قالوا لا قالوا انا ما نصنعهاش. بورتو هو قلت لكم ماسو كان قادر يصنعها عادي. قالوا انا ما نصنعهاش وربي سهل وانت راك كاري فيها. مول الدار يقول للراجلي اصنعها نتايا وربي سهل عليك. كيف احنا نصنعوها احنا كاريين؟ راجلي قال لي كيف انا كاري ونخسر الدراهم من جيبي؟ علاه صاي ما على هكا البنات ما بديتش نقعد في ذي الدار باسكو بديت فيها المشاكل قوي، كل يوم بروبليم. ثم نجي نقيها كيما هكايا وكريتها كيما نقول قال لك واحد على جا قشي باسكو خلاص ما صدتش وين نحط قشي. وفهمت باللي هذا الكراي طماع، كيف احنا نصرفوا وباغيين يسقملو وهو يتهنى. حسيتها حقرة، حسيتها ظلم. اسمح لي مش كيما هكايا في الاول طبلنا ومن بعد مع التالي دير كيما هكايا، يعني كاع مسؤولياتك تقيسهم علينا احنا. شوفوا البنات والله ماني نشكي لكم، بصح راني نحكي لكم باش تعرفوا باللي الكرا يعني ماشي ساهل كيما يحسبوه. كان شي ناس والله يا البنات انا تعبت نفسيا خلاص. وليت نجي هكا نطلع عليها نقيها. وكريتها على جال قشي باسكو ما عنديش حل اخر، ما عنديش وين ندير قشي. دار فيها مشاكل بزاف، رقحتها نقيتها درت المستحيل باش نعيش فيها. بصح كاين واحد المرحله توصلي ليها تقولي خلاص مانيش قادره نعيش فيها اكثر من هكا. الكرا والله ما هي حاجه سهله، الكرا تعبني، صبرت ضغط احيانا حتى ظلم كما حكيت لكم. واللي ما جربتش هذا الشيء ما راح تحس بيك. شوفوا البنات نعطيكم نصائح قبل ما تكري، شوفي كل زاويه في الدار، ما تكونيش مقلقه. شوفي حاجكم الطواليت صادوبه، شوفي كلش حتى خطرات حتى الجوارين ومهمين. بلاصه اللي تكري فيها مهمه. ما تأمنيش مول الدار، شوفي بعينك. ثاني ما تسكتيش على حقك مهما كان. اهم حاجه نقولها لكم ما تصرفوش دراهمكم في الدار ماشي تاعكم، حتى لو كريتيها 12 سنه.
ديري في بالك ماهيش دارك وراكي تصرفي عليها في باطل. واذا شتي روحك تعبتي خيري صحتك وراحتك اهم من اي حاجه. دروك البنات راني نحوس على كريه جديده باسكو باقي لي يامات ونخرج من هذه ان شاء الله. ادعوا ربي يسهل لي ونلقى دار ونتهنى انا ووليدي وراجلي ونرتاحوا شويه، وربي يفرج على كل وحده راهي تعاني في صمت، ربي يفرج على كل وحده راهي مغبونه، ربي يفرج على كل وحده راهي كاريه، وربي يكون معنا كامل ان شاء الله. نقول لكم بقى على خير، تهلاو لي في رواحتكم، نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.